بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جلوسا بإحدى مقاهي مدينة المحمدية نتناول مقالات صدرت في الصحف اليوم، فإذا بشخص سمعنا وسلم علينا واستأذننا بكلمة يلقيها في حق المسموع. بطبيعة الحال أذن له، فإليكم. حين نذكر تطاول المرء على ما لا يحق له، فهو إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن قصد. فإذا كان عن جهل فسامحه الله، وإذا كان عن قصد وجب عليه أن يراجع نفسه، لأنه لا يفهم عدة أشياء قد ذكرت في القرآن الكريم. أشرف الخلق هم الأنبياء والمرسلون، صح؟ وهذا ربما ما سبق لأحد أن تحدث إليه ولا أن تطرق إليه، مع أنهم يرددون كتاب الله عدة مرات، ولكنهم لم يفطنوا إلى إشارة الصفة، هي صفة الملك، وهي الله تبارك وتعالى أمر بها في القرآن. صح؟ نعطيك دليل. إنسان عادي بعث الله تبارك وتعالى له نبيا ليعينه ملكا، هذا سمو لصفة الملك، لأن الملك يجمع الكلمة ويجمع الأمة ويتميز بالرحمة وظل الرحمة، ولا يمكن أن ينظر مثلا الملك إلى طائفة دون أخرى، فهو يعتبر أبا. إذن بهذا الله تبارك وتعالى أمر به. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. صدق الله العظيم. إذا تأملت هذه الآية، فالملك أقرب درجة إلى تسيير الأنبياء لأقوامهم، يحبون أقوامهم، يعني الملك يحب قومه. إذا ولهذا فضل الملك مثلا لا نقول على الرئاسة وعلى كذا، وإنما فضل الملك عظيم، هذا مذكور في القرآن. والبيعة واجبة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بايع الفعل باع، وإذا بعت نفسك بمعنى وضعت الثقة، والذي وضعت فيه الثقة يصبح محبان وملزمان، ويصبح صاهرا على ذاك الذي وضع فيه هذه الثقة وسلمه نفسه وماله وولده وعرضه وكل شيء. إذا لهذا يبقى فضل الملك عظيم عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى ما جرى في الآية الكريمة بعد ما ذكرناه. قالوا هؤلاء قوم قالوا للنبي، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ونحن أحق بالملك منه. إذن أيضا هم يطمعون، ولكن الله تبارك وتعالى عين شخصا، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله، هذا النبي قال لأولئك هذا في القرآن قصة نحن نقص عليك أحسن القصص. إن الله قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. كيف تنظر إلى هذه الآية؟ هذا التحديد لمن والله الله الأمر أحسن ممن كذا. إذا نحن في ظل رحمته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا شيء إن دل على شيء فإنما يدل على هذه الميزة للملك الحسنة عند الله تبارك وتعالى. إذن هو مفروض من فرض الله، وفيه بيعة أخذا من قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا إبراهيم ابنه، وهو الثالث من أبنائه، مولاي الطاهر مولاي القاسم مولاي إبراهيم سيد إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أحد الصحابة نهيتنا عن البكاء يا رسول الله وما نراك إلا بكيا. وفي رواية أخرى نراك تبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صدق رسول الله. إذن هذه ما وقع
جعل بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لكل نبي ذرية وذريتك ممن؟ يعني أولاد. انظر إلى هذا السمو للأشراف العلويين الذين هم من بطن فاطمة وعلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكل نبي ذرية وجعل ذريتي من فاطمة وعلي، ومن استظل بظل الحسنين فقد استظل بظلي، ومن استظل بظلي فقد استظل بظل الرحمن. وهذا شيء مأخوذ بالنص والحجة والدليل، لا باللغو والهراء واتباع الهوى وفرض الرأي.